جالي تعليق النهارده يا بنات كده على لسه قارئة يعني النهارده على آخر فيديو على ما أعتقد. المهم إن أنا شُفت يعني تعليق إن عايزاني يعني أتكلم عن صلاة الفجر، علشان هي متكاسلة اليومين دول، وده وضع طبيعي طبعًا بالنسبة لإن إحنا طبعًا بشر وكده، طبعًا بييجي علينا فترة بنبقى آآ متكاسلين كده، ولازم هنبقى في إيه، يعني دايمًا تلاقي إيه، دايمًا العبد كده إيه، في تنازل، تيجي له ساعة كده إن هو إيه، بيبقى فيها إيه، الهمة بتاعته بتبقى إيه، منخفضة كده شوية. فطبعًا اللي بيصلّي الفجر بيصعب عليه واللي بيعرف بقى يعني إيه صلاة الفجر وبيصلّيها كده وداق طعمها، فبيصعب عليه إن هو ييجي عليه أيام إن هو بيبقى متكاسل فيها وما بيقومش يصلّي فيها. طبعًا بيحس بخنقة جامدة، بيحس إن الدنيا قافلة من كل حتّة. طبعًا بيحس إن اليوم بتاعه يعني وده يعني عن تجربة، تحس إن اليوم بتاعِك كُلّه ما فيهوش بركة، ومهما قُمتِ يعني لو أنتِ حتى قايمة من بدري، هتحسي إن اليوم بتاعِك ما فيهوش بركة خالص، مش لاحقة أعمل فيه أي حاجة. طبعًا لازم إن إحنا بقى إيه، آآ نضبّط كده نَفْسنا شوية وإيه، ونرجع تاني نستمر على صلاة الفجر. طيب. طيب أنا عشان خاطر إن أنا أرجع للراحة اللي كنت فيها تاني، وإن وقتي يكون يعني مُرتّب كده ومنظّم، طبعًا بيكون منظّم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينظّمه لي، وإن ما يكونش عندي قلق ولا عصبية ولا كل ده. أعمل إيه بقى؟ أجاهد نَفْسي كده إن أنا هاقوم لصلاة الفجر. صلاة الفجر مش زي أي صلاة، دي صلاة لو أنتِ تعرفي مين بيحضر الصلاة بتاعتِك دي لمّا بتقومي كده تصلّيها، هتقومي كده هتستعدي كده وتقومي وتفوقي علشان خاطر صلاة الفجر. صلاة الفجر بتحضرها الملايكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكةً بالليل وملائكةً بالنهار ويجتمعون في إيه بقى، في صلاة الفجر. يعني معنى كده إن الملايكة بتنزل كده مخصوص علشان إيه، علشان تشوفِك وأنتِ بتصلّي الفجر، وأنتِ واقفة كده بتصلّي، الملايكة بتكون شهود عليكِ، يعني الملايكة دول من أهل السما، فبيكونوا شهود عليكِ في صلاة الفجر، فيكتبوا اسمِك ويبلّغوا ربنا سبحانه وتعالى إن أنتِ سِبتِ نومِك وسِبتِ راحتِك وقُمتِ علشان خاطر ربنا، علشان ركعتين الفجر. شُفتِ بقى، يعني ده دافع قوي إن أنتِ تقومي وتصلّي الفجر. ياه! أنا أبدأ يومي كده، الملايكة نازلة من السما علشان إن هي تكتب اسمي وعلشان تعرضه على ربنا سبحانه وتعالى، أدي أول حاجة يعني تخلّيكِ دافع، دي أول دافع إن أنتِ تقومي تصلّي الفجر ويبقى عندِك هِمّة. تاني حاجة، إن الناس اللي بيصلّوا الفجر دول بيبقوا أهدى وقلبهم بيكون أصفى، وحاجة كمان رزقهم بيكون أوسع، مش سحر بقى ولا خيال، ده وعد من ربنا. لأن قال في كتابه إيه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الفجر ده وقت الأمنيات المستجابة، ووقت الدعوات اللي انت بقى ايه نفسك فيها، تقومي الوقت الفجر ده وتدعي ربنا. إيه، والقلوب، وقت القلوب اللي بتتجلى، يعني قايم الفجر أنا ببدأ يوم أهو، انت بتبدأي يومك كده ببركة. انتوا عارفين إن صلاة الفجر دي بركة في يومك كلها، كل وقتِك وكل حياتِك وسبحان الله كل ثانية بتبقى فيها بركة. من الحاجات اللي أنتِ تعمليها إن أنتِ وأنتِ رايحة تنامي كده، طبعًا هتقولي الأدعية بتاعة اللي هي قبل ما تنامي طبعًا، وهتقولي لنفسِك وهتوصّي نفسِك قبل ما تنامي: أنا هاصلّي الفجر، هاقوم النهارده وهاصلّي، وصدقيني هيكون في فرق كبير أوي. تعالي بقى أقول لِك قصة كده عن واحدة يعني كان بيحصل لها قلق، وكان عندها حالة اكتئاب شديدة، وكانت دايمًا بتروح للدكتور طبعًا علشان تطلع من الحالة النفسية اللي هي فيها. لمّا استمرت على صلاة الفجر
هم ركعتين صلاة الفجر. لما استمرت عليهم سبحان الله حصل لها تغيير يعني جذري. مع يعني الاكتئاب ده ما راحش من الأدوية، وما راحش من إن هي كل شوية بقى رايحة للدكتور والكلام ده، لأ، ما الاكتئاب اللي عندها بتقول لي كده إن الاكتئاب اللي عندها والقلق اللي كان عندها والعصبية ما راحتش من عندها إلا لما استمرت على صلاة الفجر، بقت أهدى. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى رزقها الراحة ورزقها العافية. يعني شوفوا قد إيه صلاة الفجر فيها قد إيه بركة، وفيها قد إيه إن هي يعني بتعالج الإنسان، يعني سبحان الله. وده كله بفضل صلاة الفجر. كان في برضو قصة تانية، وواحدة تانية كانت حياتها متلخبطة، كانت دايما تقول إن يومها بيجري، ما مش بتلحق تعمل فيه حاجة. بتحس بخنقة وضيقة وبتتعصب على ولادها بصوا يعني أكيد اللي بيصلي الفجر لو في واحدة منكم كده بتصلي الفجر وجا عليها يوم ما تصليش الفجر هتحس نفس الإحساس ده، يعني هتحس اللي أنا بقوله ده. العصبية الجامدة دي، إن هي مش طايقة حد يكلمها، متلخبطة، مش عارفة سبحان الله. بعد كده استمرت برضو على صلاة الفجر، يومها أصبح منظم، بقت أهدى، وبقت أهدى مع أولادها، وبقت تقعد وتتكلم كده مع أولادها وتذاكر معاهم، بقت يعني الحياة في بيتها في كده سكينة وفي طمأنينة، وكل ده من صلاة الفجر. صلاة الفجر بتديكي راحة نفسية، يعني ما يحسش بيها ولا يستشعرها إلا اللي بيصلي الفجر. من الأحاديث النبوية اللي اتكلمت عن صلاة الفجر هقوله لك دلوقتي، وهتعرفي ليه بتبقي في خنقة وعصبية وعدم راحة بسبب ان انت ما بتصليش الفجر. هو سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام عرفنا هو اللي بيحصل معانا كل ده، يعني اللي بيحصل معانا ده حقيقي. ايوه. سيدنا النبي قال ان عليه الصلاة والسلام ان بيعقد الشيطان على قافية رأس احدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني الشيطان لما بنيجي ننام كده بيروح يقعد كده على راسنا 3 عقد. طبعا أول ما الإنسان، يعني أول ما احنا كده بنقوم ونذكر ربنا، يعني ساعة ما تقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هنا بتتفك عقدة، لأن انت بتقوم بتذكري ربنا. بعد كده لما بتقومي وبتتوضي، تاني عقدة خلاص بتتفك، او يعني تاني عقده دي خلاص انحلت. فلما بتيجي بقى تقفي كده وخلاص بتصلي، فان صلى انحلت عقده كلها. يعني لو ساعه ما تصلي خلاص ما عادش في عقد، ال3 عقد بيتفكوا. سبحان الله. فاصبح نشيطا طيب النفس. يعني شوفي بقى انت بتقومي ازاي، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فهمك وعرفنا إن اللي ما بيصليش صلاة الفجر إيه اللي بيحصل معاه. طبعا الشيطان ما بيسيبكيش، ده رابط على راسك 3 عقد علشان تقومي انت بقى لما ما بتصليش الفجر وبتقومي بال3 عقد دول. سيدنا النبي قال لك ايه؟ ان انت بتصبحي يعني تصبحي كده نفسيتك تعبانة مش مرتاحة. لكن لما بتتشال ال3 عقد خلاص بتبقي نشيطة، وبتبقى طيب النفس، خلاص نفسيتك مرتاحة وطيبة وكل ده. في النهاية عايزة أقولك إن كل يوم بيبدأ بفرصة جديدة، وكل فجر هو بداية جديدة ليكي. حاولي تحافظي على صلاتك واستمري عليها. حاولي تحافظي على صلاة الفجر، يعني لو انت بتنامي متأخر، لو لسه على الفجر ساعتين أو ساعة، بلاش تنامي، اقعدي وصلي الفجر. وبإيه نامي لما تخلصي بقى أذكارك وكده، بقى ادخلي ونامي براحتك، وصدقيني هتحسي براحة برضو. بس ما تسيبيش الفجر. اعملي بقى منبه كده في تليفونك، وحطي كده يعني جنب راسك، علشان لو انت نومك تقيل او كده يعني المنبه هيقيمك يعني. بس حافظي على صلاة الفجر. اتمنى تكونوا استفدتوا،
وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم ومع حبايبكم علشان يعني يتكتب لكم الأجر ويكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.